السلام عليكم. أولا أسألك سؤالا: هل تعلم كيف يوزع الله الأرزاق؟ لا تعلم، لكننا سنخبرك اليوم بسر إذا فعلته يرزقك الله من حيث لا تحتسب. وثانيا، هل تعلم أن هناك رجلا سأل علي بن أبي طالب سؤالا لو طرحه على الإنس والجن لم يكن يستطيع الإجابة عليه؟ فماذا فعل علي؟ وماذا كانت إجابته؟ وثالثا، هل تعلم أن هناك 4 أوقات يحرم فيها قراءة القرآن؟ وستقول: هل أنت مجنون؟ وهل يحرم قراءة القرآن في أي وقت؟ نعم، حرمه الله قطعا بشكل واضح، بل إنك قد تكون تقرأ القرآن في هذه الأوقات ولا تعلم أن هذا غير مستحب أو محرم. فاليوم سأخبرك بأشياء قد تصدمك وتفاجئك، وقد تتعلم شيئا جديدا لم تتعلمه يوما. فهل أنت مستعد من جديد؟ قبل البدء لا تنسى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد. من الذي يوزع الأرزاق؟ الله سبحانه وتعالى بالطبع، لكن الله أوجد الأرزاق وجعلها لمن يسعى وليس لمن يدعو الرزق. والموت خاتم، أي حتمي لا مفر منه أبدا، فلا تؤجل التعافي أبدا مهما كنت بصحة جيدة. ولن يعجل السقم المرض مهما كان عندك أخطر مرض في التاريخ. فإذا آمنا بهذا الخوف من كل شيء ومن خوف سيهز خلقك. الله طالما تسكن، لن تموت إلا في موعدك الذي حدده الله قبل حتى أن يخلقك. وفي آخر لقاء للنجم على الدين، والذي كان قبل رحلة عمره في رمضان وقبل وفاته بأيام، فاسألوه: ماذا تريد من الله؟ النجومية والمال والشهرة؟ فكانت هذه إجابته: والله أنا أقول ربي سبحانه وتعالى: اللهم إني نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هل تعلم أن هناك 4 أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم؟ صدق الله العظيم أن يحرم من قراءة كتابه في أي وقت. وأقول لك: نعم، بل إن كثيرون جدا منا يفعلون هذا بدون قصد، ويقرؤون القرآن في هذه الأوقات. لكن قبل أن أخبرك لا تنسى مشاركة المقطع لتعم الفائدة. أولا، أماكن قذرة ونجاسة، وهذا كله نعرفه بالطبع. ثانيا، خلف الإمام أثناء الصلاة وأثناء قراءته للقرآن، فلا يجوز أبدا أن تقرأ القرآن والإمام يقرأ. ليس فقط حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر إلهي قاطع في سورة الأعراف، حينما قال سبحانه وتعالى قوله: قال: وسوف تمضي، وإن في أثناء الركوع والسجود في صلاتك، لأن في الركوع يعظم له الفضل، وفي السجود نسبح لله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أن سيدنا علي بن أبي طالب أخبرنا قائلا: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذتم ما تنهى عن قراءة في الركوع والسجود. والرابح وأخيرا، لا تقرأ القرآن أبدا وأنت رأيك في كلام الله تعالى. لا يصح أن تقرأ وأنت تغط في النوم، فخطأ في كلامه عز وجل. ولا تسو أن تنشر الفيديو حتى يحضر الجميع. وثالثا، هل تعلم ما هو أصعب سؤال في التاريخ حينما وضع علي بن أبي طالب في اختبار لا مثيل له؟ حينما جاء رجل غريب طرح سؤالا تعجيزيا على سيدنا علي، قد يكون أصعب سؤال وجه إليه في حياته كلها. فسأله هذا الرجل: يا علي، هل عرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربه؟ سكت علي ثم ابتسم وقال: لو عرفت محمدا بربي ما احتجت رسولا يبلغ دعوته ورسالته، أي أن وقتها لم يكن يحتاج علي رسولا يبلغه دعوة الله. وقرأ منها، ثم أضاف:
لو عرفت ربي من محمد هنا يكون محمدا أوثق عندي بربي، لأنه هو من عرفني على الله وثقت فيه. فما أنت بربك، وهذا لا يجوز أبدا أيضا. لكن عرفت ربي بربي وجاء محمدا تبلغني مراد ربي منه. وأخيرا دعني أسألك بعض الأسئلة قبل أن تغادر. لماذا صبر سيدنا يونس في بطن الحوت أو في عرض البحار ولا أمل له أن ينقذه أحد؟ ولماذا استمر نوح 100 عام يبني سفينته منفذا لطلب الله دون أن يكل أو يمل؟ ولماذا صبر سيدنا يعقوب من 40 سنة على فراق ابنه يوسف حتى ضاع بصره؟ ولماذا خرجت السيدة مريم بطفلها وهي تعلم أنها لن يصدقها أحد، أنها لم تزني مع بشر قط؟ ولماذا صبر سيدنا أيوب حتى تساقط لحمه ولم يبق إلا العظم والعصب لمدة 18 عاما؟ هل تعلم لماذا؟ لأنهم أحسنوا الظن به وصبروا على ما لهم الله به. اللهم يا من قلت أنا عند ظن عبدي بي فلي ظن عبدي ما شاء الله. اللهم إنك أمرتني بحسن الظن بك برحمتك وبكرامة، وعدت من أحسن الظن بك وتكرمه وتحفظه موطن سره على قدر حسن ظني. يا ربي ظننا بك أنت ترحمه، ظننا بك ستنحصر، ظننا بك وسترون، وظننا بك أنك ستتصرف عنا كل كرب وبلاء. قوة يا مغيث أغثناه يا حي يا قيوم برحمتك نستضيف. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعل لنا من أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة والوجوه المبتشرة الباسمة والقلوب المطمئنة الخاشعة، وارزقنا حسن الختام وطيب المقام، وتوكل علينا يا قادر يا جبار. اللهم إنا نسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا. اللهم لا تستدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم، ولا تجعلنا عبرة للأمم، وارفع عنا الألم والسقم. واللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وأحسن خاتمتنا.